المجلس الثاني waxaynu ku soo dhex jirnay waxyaalaha keena in la afuro yani xuduudaarada qofka u banaynaya inuu afuro waxna cuno isla markaasna uusan ku dambaabin ayaa ka galay soo wadnay waxaan marka soo sheegnay dhowr kow waxaa ka mid ahaa qofku inuu jiran yahay laba inuu safar yahay baa ka mid ahayd shuruudaha safarka laftigiisu inuu safar yahay waxaa kaloo ka mid ahayd inuu jiran yahay inuu da' yahay qof weyn oo da' saddexdaasaynu soo qaadnay saddexdaa qolo cunnada wa iska cuni karaan iyaga xataa xurmatu yowm ramadaan inay ilaaliyaan lagama rabo iyaga inay wax cunaan baa la rabaa dadka waaweyn iyo dadka xanuunka joogtada qaba qodobka afraad oo banaynaya cuntada alxamlu waalirdac فالحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا gabadha uurka leh iyo gabadha ilmaha nuujinaysa haddii ay u baqaan ilmahooda iyagu naftooda u baqmayaan waxay u baqayaan ilmahan intuu caana yarayso ama hadday uur leedahay ilmuhu inuu ka soo noqo oo gaajada ilmuhu kaga soo noqo ama hadday nuujinayso ilmihii caana uu ka nuwayni waayo cunto kale lama hayso markaas sababta ay u afuraysaa waa ilmaha sababtooda أفضلتها ويأفرها إن خافتا على أنفسهما أفضلتها بها حضي نفته ضوء بقان يعني لما أعرف أنت صوت قلب قبل إلى إذا نفته ضوء بقان واسترادات صوت أداء وحقارية إيه إلى المها أبغى لبضوا ويبنان تهي إلى وافرته لكن واقع حكم وذهب الجميع من العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما إلا أن عليهم القضاء فقط الشافعي يا أحمد بن حنبل مذاهب تاسواح يرادين قبل ناس نفتي هذا أبغضي ويعفر إساء الماء ويجري إساء أور لا أنا دي منتهي أور إساء إلا الماء على وش بتشير نفتي بيسو نفقه وبهاية وهي هو يضع منته نولع ومن نير تكلمه marka haday ilmaha u baqday iyo haday nafteeda u baqday haday iyada nafteeda u baqday way afuraysaa waxaana lagu leeyahay qalle inay qadayso bas laanahuma ta'khudani hukm al-marid markaas waxay la mid tahay qof jiran لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعلى المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. النبي واحد يقول حديث كان ضايع إن الله عز وجل وضع عن المسافر قفك مسافر كان وحكرر شطر الصلاة بركة بالغدي صلاة بركة بالغدي وصلاة رباعية أفرافة ركعة ظهرك عصرك هي عشاء وعن المسافر وحكى له قفك مسافر كان لغردي هي والحامل قبل أور كله هي والمرضع قبل الموجسة الصوم كان لغردي أو الصيام على الصوم مركز حكومة ومركز نفط وبقاء لما ذاك قبله هذا قبله بقاء المهور يد الحكم واسم دريا وإن خافتا على أولادهما hadday ilmahooda u baqaan oo iyada wax gaari mayaan waa qof xoog leh oo dhalinyaro ah gaajado iyada wax ka dhigi mayso laakiin ilmuhu inuu ama soo dhaco ama kan kale uu caano waayo oo markaa ilmihii dhibaata gaartay ka baqaysa afdarata way afurayaan wa calayhim alqadaa waxaa laga leeyahay qadaa iyo walkafaara kafaara لقوله تعالى إلى هذا الكيسة وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين هو أوله وأفره وحلقوا لي فدية طعام مسكين ومحال وضع
هذا إسلامها ويسوي كرتا ويودا لكن الماء درت بيوقف رئيسا مركب الدابة يفرطي آيات داس قال ابن عباس رضي الله عنه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا وحيري مركب ابن عباس ما كفر سري odayga weyn oo daada iyo islaanta weyn oo daada iyo haweenta muujisada iyo midda murdacada inay fidyana bixinayaan iskana afurayaan رواه أبو داود وهناك أقوال لبعض العلماء حيث أن الحنفية ذهبوا إلى أن عليها القضاء فقط بعد المذاهب الوحيديين قد ذكر يعني بالقضاء وأحبط الأمر كريم وذهب بعض أهل العلم أن عليهم الكفارة فقط قال ابن رشد رحمه الله عليه وسبب اختلافهم تردد الشبه ما بين الذكر فإن الذي يجهد الصوم وبين المريض وعلى يري صابتك يا طيب ابن رشد وعي صابتك أي مدعيته سوى خلافين وحال يري قبلنا المدعاء إيو قبلنا المجسدة إيه أفريا حقيبة يورت لها العشرين مقف أوده وصوبي كره وصوبكي اسكتشو تشيبا وددتك وهي الكالبت له إيابو اسكتشو بكره لكن دبك سوبيا بلو أقول يا إيه اسكافرا كان مريض كايسو ده استبي كره بعدها ودبك جيسله ما لو أقول يا مرض حنون يدعي باشتي مركب علي قبضها مقالات لا حكم نقنيا mise waxay la xukun noqonayaan qofka jirran oo caadiga ah qofka jirran oo caadiga ah oo awoodi karin marka qolada tii qofka jirran uu la xukun yahay waxay dheen soon kaliya lagu leeyahay qadda kaliya lagu leeyahay kafaar lagu lahaa qolada tii qolada tii kafaara lagu leeyahay waxay yiraahdeen waa qof soomi kara laakiin sabab kale oo mashruuca u afuray maadaama uu markuu soomi karo aayadda xukunkeedu qaadanaya kuwa awooda oo afuray fidya lagu leeyahay halkaas ay qabatiyeen qowlka raajixana waxa weeye fidya lagu leeyahay بما يقع في واقعنا أن المرأة إذا كانت في رمضان حاملا وفي رمضان الذي بعده مرضعا وتعذر عليها قضاء الصوم فالراجع أنها تدعو مسكينا عن كل يوم لكل يوم مد ويلحق بالمرأة العجوزة والشيخ الكبير الذي عجز عن الصيام بجامع العلة لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدا هل كان مسألة يمكن الشيخ ويجب أن هذا معه واقع أنه حكمنا قف دمرة وحا ولا جاي أمامه ولما قبلنا أن يرضى دمرة كغار واحد يسكنوه نراه قف ثاني مرنا أور بيننا ومسؤول كرتو مرنا وأمل ومسؤول كرتو وحلقية مع السنوات إلى أساس تبصر لما تصل صد الصلاة وإسر مرنا ما شارس عسل كمان النوع عسل حاله وصلنا لما تصل الله سوق الله يكرم حدايق الله إلا هينا تأسل السنة كنا مرنا وأمل والبيها الموجود إنسان مرنا أور بيننا وإسلام واحد جل أفرت مركب كبح عن فرق قاضي مركب شيء هو يجري دمر كم نوع عاسى وحلها الشيء يدتك وأول بما يقع في واقعنا وحيالها واقعنا وحكمنا أن المرأة إذا كانت في رمضان حاملا أو أنت إليه رمضان حامل ومطلوب وفي رمضان الذي بعده مرضعا رمضان كي كحجر أي مجسدها وتعذر عليها قضاء الصوم صوم كينا يقل يسرع إلى العذر كيف تاجره أي قوات كانت فالراجح الراجحة أنها تدعو مسكينا على كل يوم معلوم المسكين بيحسين يسار لكل يوم مد معلوم المد بحيث تضام ولا ويلحق بالمرأة العجوز وحال الحليشين يلحق بالمرأة حوينت الدادة هي وشيخ الكبير شيخ أبوين اللذين لماذا أصلا عاجز كعاجز عن الصيام بجامع الله هذا إلا وضع إلا وحوي تنحد مسوى بكرتون وحين السنوات بنغنيا
لأن الحكم يدور مع علته محل حكمكم وراء علديسا وجودا مركي علداس لهلا حكمك وعدما مركي علداس لوايا ولوايا أحكام القضاء الصوم هل كما حنقلنا حكم كقضاء الصوم إذا كان على المؤمن قضاء من الصيام قف قاعد يسول يقول يعني فعليه أن يقضي إنه قال لي يا الغربة قبل فوات الأوان أنت وقت بتجي وعليه أن يقضي وحال الغربة إنه قال لي قبل أن يدخل عليه رمضان من العام القابل سنة كان أنت رمضان كان السوقري إنه قال لي يا الغربة وفي الصدق بوها يستاهل لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم بان لا يولها من رمضان بشهر رمضان فما استطيع ما اود ان اقضيه وان اغليه الا في شعبان بشهر شعبان مو يعني marka bishar shacbaan waxay u qalay jirtay nabiga ayaa bishar shacbaan aad u soo jiray kaleey salaatu wasalaam marka ayadu nabiga ixtiraamaysa inta badan ma ay soo jirin soonka ramadaan ka taga way dib dhigi jirtay ilaa bishar shacbaan markay soo gasho ayay soo jirtay oo markaasna nabiga la soo jiray nabiguna kaleey salaatu wasalaam uu soo yiri iyaduna qadar u soo gashay ومن تساهل في قضاء marka halka maxaa laga garanaya koow horta inay banaan tahay in la dibdhigi karo ilaa shacbaan laga gaaro labo in la iska rabo bisha ramadaan ta kale intiisa soo galay inaad wixii qadal ugu leeyahay isdaafiso ومن تساهل في قضاء رمضان qofkii fududaysta oo sahlada qadaha bisha ramadaan حتى دخل عليه رمضان آخر إلى رمضان كان soo galo فهذا قفكاسي آثم ودبيل يجب عليه أولا التوبة لما اركب وبادرت التوبة بالغربة ويجب عليه القضاء وحكرا الغربة أي قضاء هي والفدية فدية عند جمهور الأهل العلم علماء بدن كذا وعليه يصدع على السكن الغربة إنه طبط كذا هي إنه قضية لي بعد هي إن وفدية بحيو فدية بحال غدا مد قودت مالي والباص كدي حلقة في المتصل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ابن قدامة وحيد الله عنه عرسته ولنا ما روي عن ابن عمر ابن عباس وابي هريرة انهم قالوا اطعم عن كل يوم مسكينا ولم يروي عن غيره من الصحابة خلافه قريت عن مركب محاد دليله إن قفك بشهر رمضان ضافة وبشهر رمضان تكلم جهنا لقد دوني فيديو واحد دليل أصحاب أبو هريرة يا ابن عباس يا ابن عمر بافتوضي مع ذلك أنا ما يسن أصحابتي كلامكم ما يخالفين من ماتوا عليه صيام فله حالته قفك اللي انتهى أسوأ صون يقولي يعني قفك حكم كيس محول عليه qofkii dhinta isagoo xukun ursoon lagu leeyahay laba ru kala qaybinay horta soo sunnah isaga laga hadlaayo soo waajib ah oo faral ah oo ama kafaara ku yimid ama xaj iyo hadi uu ka tagay kay waaye ku yimid ama ku yimid waxa la yiraahdo ramadaan ama nadar ku yimid kuwaas waajib yiraahdo qofkan laba marka loo kala qaadayo qofka dhinta inuu yahay qof helay chance uu ku horeeyo oo waa maxay qof baa jiraa ku dhacay asoo wali sakaraanay si loo rogay uu ku dhinto qofkii marka chance ilaahay ma siino ku afro kaas waxa loo wadaa qofkii cudurdaar lahaa waqti uu ku qaleeyay aan helin oo sidaa ku dhinta waxba laga qalaymayo laga sooymayo qofkaas waxa uu wadaa qofkii kala laga hadlaya oo ka sahay alawan an la yakuna qad tabakkara min al-qada'i al-ayyam allati fatatu wa dhalika li wujud al-udhr hatta ma tafada la shay' alayh
الأولى وحكي ومن مات وعليه الصيام فله حالتان قفكي اللي انت يسوى الصوم يقول لبا حاله أيو متكود يحي الأولى لبدا حاله مدهوري ألا يكون قد تمكن من الغضاء إني سنوسو توبين إنه قضيه الأيام التي فاتته مالمي كتري وذلك أنك أسروح كيمي لوجود العذر عذر كي آيات شوبي وقائمها حتى مات إلى قفك الانتهي فهذا قفك النوع عاسى لا شيء عليه وحوله معها الثاني من نوع الوحوي أن يكون قد تمكن من الغضاء قفك أن يغليه أود بوهرة وجالس وكون قال يوهرة ولكنه فرض فيه سيئات كحد قبل حتى مات إلى وكان ينتهي ففي هذه الحالة حل قاس اختلف أهل العلم علماء واسكو خلافه ما حيسوق خلافه لا بارم ما لقى سوبيا بسفيدي على قبل حنايا والراشد بالغ قبل حنايا قال واحد الراشد بالغ قبل حنايا وهل كمال هل مد بالغ حنايا أما هل قف بالغ قدريا خايل الجيريا هذا بسال كسي أما عين كسي قال واحد هذا ما وليس قرابتي كسوبيس بركتاس على قاعدة فذهب جمهور أهل العلم كالشافعي إلى أنه يطعن عنه إمام الشافعي وعليا حمت على قبل حمية لقصه المية واستدلوا ويسود الشديد بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يصلي أحد عن أحد قف نقف يكتكن ولا يصوم أحد عن أحد قف نقف يكسوب ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة مالو والبا باص كده هل مد أو حنطة هكبحي لكن يعني السنة حديث كاس وحوريه النساء أياموريه وذهب أهل العلم وعي هذا وهو القول القديم للشافعي إمام الشافعي لبا كتاب يعني فتاوي ساعة لبا الله غيبية شيخ واقع مصر بجوبي وجو العراق وحكو برتي مركي العراق جوبي markii uu Ciraaq joogay fataawidii uu bixiyay waxa jirtay marka baad sheekh Basr buu tagay cilmigii baa u sii batay masalooyin fara badan oo waagi uu Ciraaq joogay uu si u aftooday ayuu markuu Basr joogay ka noqday marka sheekha fataawidiisii iyo kutubtii uu qoray markuu Ciraaq joogay القول القديم بالإله هذا الكيهوراء الشيخ الشافعي بركي ومسر تجي وعلمه أكرمي وما دون مسلوي قارن كان عضنا القول الجديد بل يقول كإصبع وأنا أرنس كالطبيعي يقفك بلو هذا كعلمي بأكرمية وهي أرني ما يحب بأكرميسا بل نبي محمد بأرجري عليه الصلاة والسلام حضان وحي عن دم الصلي معناه وحيالا هذا قدال كفهمي هذا واجه فهمي لها سياسي لها نبي محمد بأساس عليه الصلاة والسلام ومحال قوضا معناه قفكو الشيخ اسمه دني كرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتهى الصلاة وهو حكومي صدحنا الموضوع ولا لها لماذا اسكوه يدعى هي مد اسكوه يدعى وكأبا هذه متكاب انتهى مد كان لا الشقيقة وحب السجر معناها صدح ولا لا والله اسكوه يسكوه عبطهي منا يسكوه يهين وصدح هل هو يغشي هذه مد كالشقيقة انتهى لماذا اسكوه عبا يسكوه يدعى مد انتهى عمر وحوري جري مد كلا وحب من يدعى وحاد أحليه مد كهو يدعى marka qisad macruufa jirto xajiriye iyo ximaariye iyo la yiraahdo nimanna la yiraahdo dood badan baa maalinta dambe la kulmay waxay ku dheewar aabahayo dhagax badda lagu tiyo ku tuuray ka soo qaad waxa jirin ka soo qaad ninkaas oo isku hooyo nimanna maadaama saddexdayada ka dhintay iyo kala dhaxalka siinayso iyo aniga aad diidayso saddexdayada soo isku hooyo nimanna ha isku hooyo markaas wax fahmay saasoo ku xukumo markaasuu ogolaaday inuu wax ka siiyo
hadhow kuwii waagi hore uu diiday baa soo yaacay oo waxay dhaheen annaga dee xaqayga noo socday bay taas wasaan waagi xukunay tanna hadda saan u xukunay wey ولذلك علماء القاعدة كسر يوان هذا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد يعني هدو قفك اجتهاده وهذا اجتهاد كيسو يسبدله كي هو مبريو بل صلاة أفرت الصلاة ضيق قبلته كان نمطر وتقروي واسترادال كاسي تشتادو تشيلسيت ومركز رقعات كنت أدرى استراد والله ما حق تشتاد وحواجك هو حق أو تشيلسيت أفرت الجهاد وتشيلسي كرتا صلاة الله صحيح واجتهاد marka qowlka qadiimka oo Shaafici ayaa wuxuu leeyahay huwa mu'tamad anna man mata wa alayhi sawm yasum anhu waligiisa ka soomayo qowlka Shaafici qowlkiisa jadiidka wuxuu qabaa in cunto laga bixiyo qowlka qadiimkaana wuxuu qabaa in aan cunto laga bixiyo laga soomayo qowlka qadiimka baan hadda raajaysan waxaan la yiraahdaa meel wax yar 18 mas'ala meelahaas يا قولك قديمك أي كرت حي قولك جديدك رواه رحمه الله وهو الصحيح عند جماعة من المحققين أصحابه وهو المختار أنه يجوز لولي أن يصوم عنه قفك إن لقصه أيا حب وأنا أطلق به واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وحنا الدليل على حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام قفك للتأسى والصوم لوليه صام عنه وليه سايا كسوري رواه البخاري وغيره حديث كان هذا عند الشيخ انه بخاري وغيره حديث كورن سنن النساء وغيره حديث كبخاري وغيره كان النساء وغيره وحا حوض بدن مثل البخاري وغيره ولذلك من حيث الدليل وحرجحا يقف كلا نصهم واستدلوا ايضا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال وحيري جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم نين أيام النبي قوي فقال يا رسول الله رسولك إلهي إن أمي ماتت وهي ذي بعد مطي وعليها صوم شهر بالصوم كان بار نقولها أفأقضيه عنها وكقل ليها ومكسرها فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان على أمك دين هذه هو يدا دين نقولها أكنت قاضيه عنها من نقول الله منك بدها ما كبح الله الدين قال نعم ها ما كبح الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فدين الله إلهي دين تيسا أي حق وحق بضا أي يقضى إلا بده يا إلا بده والله بحيه دين إلهي ما هو حق بضا إلهي سبحانه وتعالى مضم مركا الكاس سبحانه لقى قرنيا إلا ويديي نبي ما لقى الله يكرا وما لقى السوء يكرا قفك إهلك نبي رواه إسلا حديث كان البخاري أولي وحيانا وحلو كلا رجع مركب مسائل شو سكوري هذا وحكم ده بس هذا أدلة ضمنا ولذلك هذا سأدو جدا لما حديث البخاري كسر أروري وتكسر أروري تنهى الحديث إن كستوعنا لأنه مسائل شو لما أرورين هل كان سواء قعد قفك هدي ننتو سو واجب نقوله يعني سو سمع معه سو واجب سو نقوله يعني قفك هدو ننتو ورقيسة حكتديسة كسوريسة هدي بدينا واقف سريان هدو هالقف يارسيها كسورية مات إن شاء الله هالكاسة بتوجرينها فتورة ما جرت مات إن شاء الله وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته